الحدوتة بتاعت النهاردة. انتوا خلصتوا حاجتكم يا بنات؟ جهزتي شنطتك يا روها انتي وجنة علشان ننام بدري النهاردة؟ انتوا ناسين ان بكرة اول يوم في المدرسة؟ لا يا ماما مش ناسين، احنا عارفين وجهزنا كل حاجة. يلا بقى احكي لنا القصة بتاعت النهاردة هحكي لكم قصة عن اول يوم في المدرسة. ايه ده زينا كده يا ماما؟ ايوه يا حبايبي، يلا سموا بسم الله كده علشان نبتدي نحكي القصة. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا معايا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان في بنتين صغننين زيكم كده بالظبط، اسمهم ملك وسلمى. كانوا متحمسين جدا لأن بكرة أول يوم في المدرسة. زينا يا ماما، أنا خايفة بصراحة من أول يوم. عادي يا قلبي، الخوف ده طبيعي، بس اسمعي القصة وهتعرفي تتشجعي. ملك قعدت تجهز شنطتها من بالليل، حطت الكراسات والألوان والقلم الرصاص والمسطرة. إنما سلمى قالت بكرة أصحى بدري وأجهز كل حاجة بسرعة بسرعة. وجت الصبح، إيه اللي حصل؟ أكيد اتأخرت يا ماما. بالظبط، سلمى صحت متأخرة، فضلت تدور على الكشكول ومش لاقياه، راحت المدرسة من غير كشكول واتبهدلت. علشان كده لازم يا بنات نجهز شنطتنا من بالليل وننام بدري علشان نصحى نشيطين وكويسين وفايقين كده واحنا رايحين المدرسة. لما وصلوا المدرسة، ملك كانت مبتسمة ومبسوطة، راحت قالت للمدرسة بتاعتها صباح الخير ولزمايلها صباح الخير وهي مبتسمة. لكن سلمى كانت واقفة مكسوفة ومش عايزة تتكلم. طب يا ماما لو أنا انكسفت أبقى أعمل إيه؟ ساعتها تفكري إن كل اللي حواليكي أصحابك ومش هينفع تفضلي ساكت. قولي لو حتى كلمة بسيطة زي مثلا أنا اسمي رؤى، وهتلاقيهم مبسوطين بيكي. المدرسة قالت افتحوا الكشكول. ملك طلعت الكشكول بسرعة، أما سلمى نسيت الكشكول زي ما قلنا. المدرسة سألت فين كشكولك يا سلمى؟ سلمى قالت بخجل نسيته. الولاد كلهم قعدوا يضحكوا، بس المدرسة قالت لها ولا يهمك، المرة الجاية تكوني محضرة. زي لما أنا نسيت القلم يوم الامتحان يا ماما. يا جنة، ما انت ناصحة. أول لما نزلوا الفسحة، ملك اتعرفت على أصحاب جديدة ولعبوا بالعروسة الصغيرة اللي كانت جايباها معاها. أما سلمى فضلت قاعدة لوحدها، بس واحدة بنت لطيفة راحت وقالت لها تعالي العبي معانا، وهنا ابتسمت سلمى واندمجت معانا. يبقى يا ماما محدش يبقى قاعد لوحده، صح؟ بالظبط يا قلبي، لازم نساعد اللي لوحده ونخليه مبسوط. لما رجعوا البيت، مامتهم سألتهم ايه أخبار المدرسة؟ ملك قالت كانت حلوة جدا يا ماما، وسلمى قالت كنت خايفة بس بعدين انبسطت. مامتهم ضحكت وقالت لهم شايفين ان اول يوم دايما بيبقى غريب، بس بعد كده هتتعودوا. وهنا يا بنات نتعلم ان لازم نجهز شنطتنا من بالليل وننام بدري علشان نصحى بدري، ما ننكسفش نتعرف على اصحاب جديدة، نساعد اللي قاعد لوحده. يا ماما، أنا حاسة إني خلاص مش خايفة من المدرسة دي بكرة خالص، وأنا كمان نفسي المدرسة تبقى دلوقتي أهو. ماما طب وبعدين ايه اللي حصل؟ ملك وسلمى عملوا ايه تاني يوم في المدرسة؟ ايوه يا ماما كملي، انا عايزة اعرف. بس بصراحة يا ماما انا فرحانة بالخيمة اللي انت عاملاها لنا النهاردة، دي جميلة قوي. يا ماما حاسة كده ان احنا في الشتاء وقاعدين تحت الخيمة ومتدفيين، ابقي اعملها لنا على طول يا ماما. حاضر يا حبايبي ان شاء الله. تاني يوم ملك وسلمى صحيوا بدري. المرة دي سلمى اتعلمت الدرس وجهزت شنطتها من بالليل، لكن وهي في الطريق للمدرسة اكتشفت إن هي نسيت حاجة مهمة. مستعجلة يعني؟ نسيت ايه يا ماما؟ نسيت اللانش بوكس بتاعها اللي فيه كل الأكل. يا نهار أبيض. يا ماما زي لما باخد الشنطة وانسى المية. المدرسة قالت للطلبة كلهم النهاردة هنتعلم ازاي نكتب حرف الألف. ملك كانت مركزة وبتكتب كويس، أما سلمى كانت ماسكة القلم بالعكس. الأطفال ضحكوا وقعدوا يضحكوا عليها كلهم، والمدرسة علمتها ازاي تمسك القلم صح. ودي نقطة مهمة يا بنات، لازم نتعلم ازاي نمسك القلم بطريقة صحيحة علشان خطنا يبقى حلو وإيدنا ما تتعبناش. بعد كده في الفسحة، سلمى راحت تلعب بالعجلة اللي في الجنينة،
بس وهي راكبة العجلة وقعت بيها على الطينة. رجعت الفصل هدومها كلها طين. المدرسة قالت يا خبر، ده أول أسبوع وانت عملتي كارثة. سلمى قالت بخجل أنا آسفة جدا. يا حرام عليا، طب يا ماما لو ده حصل ليا أنا أعمل إيه بقى؟ تروحي للمدرسة وتطلبي منها إن هي تساعدك تنظفي نفسك وما تزعليش، الحاجات دي بتحصل عادي. بعد شوية سلمى شافت بنت قاعدة لوحدها في الفصل، افتكرت نصيحة مامتها وقالت تعالي اقعدي معانا. البنت فرحت جدا وبقت صاحبته. برافو عليها يا ماما، يعني كده بقت شاطرة. أيوة يا حبيبتي، أهم حاجة في المدرسة إننا نكسب أصحاب جديدة ونخلي الجو حلو حوالينا. في الحصة اللي بعد كده المدرسة عملت نشاط رسم، قالت كل واحد يرسم حاجة هو بيحبها. ملك رسمت شمس كبيرة وسلمى رسمت قطة صغيرة. المدرسة علقت الرسومات على الحيطة وقالت شاطرين إنكم عبرتوا عن اللي بتحبوه. طب يا ماما لو أنا رسمت قلوب ونجوم ده يبقى حلو؟ طبعا يا حبيبتي، أهم حاجة إنك تعبري عن نفسك. لما رجعوا البيت مامتهم قالت لهم إيه الأخبار النهاردة؟ ملك ردت عليها وقالت لها يا ماما كان يوم جميل جدا. سلمى قامت ردت قالت لها أنا وقعت في الطينة يا ماما، بس والله اتعلمت حاجات جديدة. مامتهم ضحكت وقالت لهم اهو كده كل يوم نتعلم حاجة ونفرح. يبقى يا بنات نتعلم من ملك وسلمى ايه؟ ان احنا نجهز شنطتنا واكلنا من بالليل، نمسك القلم صح علشان خطنا يبقى حلو، ما نزعلش لو حصل مواقف محرجة، نضحك ونقع ونكمل تاني ونقوم نقف ونكمل على طول، نكسب اصحاب جديدة ونساعد اللي قاعد لوحده. وإيه اللي حصل يا ماما في اليوم التالت؟ كفاية كده يا بنات، يلا بقى علشان تناموا، انتوا ناسين ان انتوا عندكم مدرسة الصبح. عشان خاطرنا يا ماما احكي لنا بس اليوم التالت وبعد كده خلاص هننام على طول. ماشي يا حبايبي، بس مش هنطول علشان ننام علشان نصحى بدري. في اليوم الثالث المدرسة قالت النهاردة هنعمل اختبار صغير. ملك فرحت لأنها كانت مذاكرة، لكن سلمى اتلخبطت وقالت أنا خايفة. طب يا ماما لو أنا خايفة إني عشان عندي امتحان أبقى أعمل إيه بقى ساعتها؟ خدي نفس عميق وقولي أنا هحاول، وافتكري إن المهم إنك تجتهدي مش إنك تجيبي الدرجة النهائية. بعد كده لما خلصوا الاختبار نزلوا الفسحة. الولاد كانوا بيلعبوا كورة، سلمى عدت قدامهم، الكورة خبطت فيها، وقعت العصير من ايدها على هدومها. الولاد قالوا لها اسفين اسفين يا سلمى ما كناش نقصد. تخيلوا سلمى عملت ايه؟ سلمى ضحكت وقالت ولا يهمكم. شفتوا يا بنات بقى، بدل ما سلمى تزعل ضحكت وتعلمت تاخد بالها من اللعب اللي حوالينها مع اصحابها. المدرسة دخلت عليهم وقالت النهاردة عندنا حصة موسيقى، كل واحد مسك آلة بسيطة. ملك اختارت الضفر وسلمى اختارت المثلث اللي بيعمل تن تن تن. أنا عايزة أختار الطبلة يا ماما. يبقى انت اللي هتعملي دوشة الفصل كله يا رؤى. المدرسة قالت الموسيقى مش دوشة، دي تنظيم، تعلموا تغنوا مع بعض بصوت حلو ومنظم. بعد كده المدرسة دخلت عليهم وقالت عندنا رحلة للحديقة. كل الأولاد فرحوا جدا. وبعد كده طلعوا الرحلة في الأتوبيس، ملك قعدت تغني مع أصحابها، أما سلمى نسيت تاخد الكاب بتاعها والشمس كانت قوية جدا. المدرسة ادتها الكاب بتاعها وقالت لها لازم دايما تجهزي نفسك للرحلة. يبقى لازم نكتب يا ماما القائمة بتاعت الحاجات اللي هنجيبها، صح يا ماما؟ برافو عليكي، كده تبقي منظمة. شافوا في الحديقة مكتبة صغيرة للأطفال. ملك اختارت قصة عن القطة الكسولة، أما سلمى اختارت قصة عن النحلة النشيطة. قرأوا مع أصحابهم انبسطوا جدا. وده يا بنات يعلمنا إن القراءة ممتعة، ومش بس في البيت، ممكن في أي مكان. بعد كده لما رجعوا البيت مامتهم سألتهم إيه أخبار أول أسبوع في المدرسة؟ ملك قالت اتعلمت أذاكر وألعب وأغني. سلمى قالت اتعلمت أضحك وما أزعلش في المواقف المحرجة. مامتهم قالت لهم برافو عليكم، كده انتوا شطار وأنا مبسوطة بيكم جدا. يبقى كده يا بنات اتعلمنا من ملك وسلمى ما نخافش من الامتحانات، المهم نحاول نضحك وقت المواقف المحرجة ونكمل. الموسيقى مش دوشة، دي نظام وتعاون، نجهز للرحلة وننظم حاجتنا. القراءة ممكن تبسطنا في أي مكان.
بجد يا ماما أنا نفسي أروح المدرسة دلوقتي أهو. وأنا كمان نفسي أعمل رحلة مع أصحابي. ان شاء الله يا حبايبي بكره تروحوا المدرسه وتنبسطوا، وانا مبسوطه بيكم جدا ان انتوا اتعلمتوا حاجه مفيده من القصه دي. وانتوا كمان يا اصحابي يا رب تكونوا استفدتوا من القصه الحلوه اللي انا حكيتها لكم النهارده دي. تصبحوا على خير، استنونا في القصه اللي جايه ان شاء الله. باي باي، هتوحشونا كتير كتير، مع السلامه.